آخر أخبار المنتخب العراقي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكوا كل جديد وحصري منا والضغط على زر اللايك لدعمي. الثلاثي المحترف في هولندا زيدان برفقة المتواجدين لأول مرة ماسس وحسين علي بعد تالقه عربيا. الجميع الآن بانتظار أحمد فرحان ليتألق مع المنتخب آسيويا. خاص ما قصة الهولندي مات هولاند والمدرب الياباني مع منتخبنا. مات هولاند هو مدرب لياقة بدنية يعمل في تايلاند ولديه معرفة مع اللاعبين ضياء فرانس وريبين سولاقا لكونهما احترفا هناك، وأيضا لديه تواصل مع الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني. المدرب الهولندي ذهب اليوم وبعد موافقة مسبقا من كاساس ومدرب اللياقة بأن يكون حاضرا في الوحدة التدريبية الأولى مع المنتخب، والمدرب فعلا حضر اليوم وقدم المساعدة بأجهزة GPS غير الموجودة مع منتخبنا، وبعدها انتهى كل شيء. أما المدرب الياباني الذي تواجد في الوحدة التدريبية فهو مدرب عامل ضمن فريق ريبين سولاقا سابقا التايلاندي، وجاء فقط للسلام على ريبين وبعدها التقى مع كاساس وغادر التدريبات. هذه هي قصة الهولندي والياباني مع منتخبنا، لا معايشات تدريبية مع منتخب الوطني. رسميا بالقمصان البيضاء منتخبنا الأولمبي يواجه منتخب مكاون اليوم الأربعاء في تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية. عاجل المدرب المساعد لمنتخب العراق بابلو جرانديس زيدان إقبال لاعب شاب قضى معظم مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد. لقد تدرب مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد وهذا أمر جيد حقا. التدريب يوميا مع لاعبين مثل رونالدو وكاسيميرو هو أمر رائع. إنه لاعب جيد جدا ولديه إمكانات كبيرة في الوقت نفسه، علينا أن نمنحه الوقت حيث أنه لا يزال في مرحلة النمو وفي المستقبل قد يتحول اسم كبير في المستقبل. عاجل الجماهير الهندي تحاول الحصول على تذاكر مباراة ضد منتخب العراق في بطولة كأس ملك تايلاند. الاتحاد الهندي قام بتشكيل مركز بيع وأحد وهو قريب من الملعب وبطريقة ونظام سلبي. لا يوجد تذاكر لمنتخب العراق بسبب سوء التنظيم من جانب الاتحاد التايلاندي. عاجل مدرب منتخب الأردن المغربي الحسين عموت حاليا نحن في معسكر النرويج، وعند عودتي للأردن ستصل بالمدرب العراقي عدنان حمد لأخذ الاستشارة الفنية منه حول المنتخب الأردني. وبصراحة إضافة إلى المشورة الفنية أريد أن آخذ من حمد بعض النصائح. المحترف العراقي دانيل السعيد فكره الانضمام للمنتخب العراقي كانت بمثابة حلم الطفولة، وسعيد لتحقيق الحلم والحصول على هذه الفرصة. سيكون من دواعي سروري لقاء الجماهير العراقية قريبا. أود أن أقول لهم بأنني أتشرف بارتداء قميص العراق. لم أتواصل مع أحد من الاتحاد التشيلي لكرة القدم، والأخبار التي تحدثت عن ذلك غير صحية إطلاقا. سأبقى مع فريقي ساندفيورد النرويجي هذا الموسم، وفي الموسم المقبل سنرى ما سيحدث. عاجل مدرب اللياقة البدنية الهولندي مات هولاند تواجد في تدريبات المنتخب العراقي، وتم نصب منظومة متكاملة لأجهزة GPS لجميع اللاعبين لمتابعة الحالة البدنية للاعبي المنتخب العراقي المشاركين في كأس ملك تايلاند. خاص لاعبها المستاد السويدي أمير العماري عدت إلى المنتخب العراقي، وإبراهيم بيش يعلق لاعب حبيبي. عاجل المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد مدرب ياباني طلب التواجد للمعايشة مع الكادر التدريبي للمنتخب العراقي. مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس حدد قائمة المأكولات الخاصة بلاعبي في تايلاند. عاجل قبل مواجهة العراق ببطولة كأس ملك تايلاند مدرب منتخب الهند إيغور شيتيماك
الجو الممطر هنا في تايلاند قد يساعد لاعبين على إنعاشهم جسديا وذهنيا، لكن لن يصبح ذلك ميزة لنا أمام العراق لأننا نلعب خارج بلادنا. عيد ميلادي قادم وأمل إن يخرج منتخب الهند بفرحة في مباراته أمام العراق. لاعبون مرهقون ولم يكن لدينا الوقت الكافي للاستراحة، ويجب أن نكون حذرين خلال التمارين لاستعادة طاقة اللاعبين قبل مواجهة المنتخب العراقي. عاجل. المنتخب الوطني يباشر تدريباته في شانغ ماي استعدادا لمواجهة الهند. باشر المنتخب الوطني إجراء وحداته التدريبية في مدينة شانغ ماي التايلاندية تحضيرا لمواجهة منتخب الهند يوم الخميس المقبل في 5:30 مساء 5:30 بتوقيت تايلاند 1:30 ظهرا 1:30 بتوقيت بغداد. تدريبات اليوم التي حضرها رئيس الوفد العراقي أحمد الموسوي واحتضنها الملعب الرديف المجاور للملعب الرئيسي الذكرى 700 في شانغ ماي الذي سيحتضن مباريات البطولة، شارك فيها 23 لاعبا هم كل جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقة، علي عدنان، ماسس التيني، فرانس ديا، حسين علي، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، أسامة رشيد، زيدان إقبال، أمير العماري، بشار رسن، أحمد فرحان، إبراهيم بيش، إندريه السناطي، حسين علي، أيمن حسين، أمين الحموي، علي الحمادي، باشان عبد الله. على صعيد متصل، يعقد صباح الغد الأربعاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني رفقة اللاعب فرانس بوترس المحترف في صفوف بورت التايلاندي في 11:10 صباحا بتوقيت تايلاند. يسبقه المؤتمر الفني الذي ستحدد من خلاله ألوان المنتخبين إضافة إلى بعض الإرشادات والأمور المتعلقة بمواجهة منتخبي العراق والهند. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكوا كل جديد وحصري منا، والضغط على زر اللايك لدعمي.